الفيديو الرابع: إجراءات دوبلين. إيطاليا مع دول أوروبية أخرى قد وقعوا إجراءات دوبلين. إجراءات دوبلين هو عقد يجبر الدول الأخرى لاحترام بعض القواعد والقوانين التي تشمل اللجوء، وله هدف لمعرفة أي دولة مسؤولة عن طلبك للحماية واللجوء. فقط دولة واحدة مسؤولة عنه، وهو البلد الأول الذي طلبت به اللجوء أو قد عرفت به الشرطة هويتك. وهذا يعني أن عند دخولك إلى إيطاليا عن طريق البحر، عن طريق البر، أو عن طريق الجو، الشرطة تأخذ بصماتك عندما تكون في الكوستورة. بصماتك، اسمك، لقبك، مسجلين في النظام الأوروبي ايروديك. ايروديك هو نظام معلوماتي مع كل المعلومات عن كل اللاجئين الذين قد وصلوا إلى أوروبا. الشرطة في كل البلاد الأوروبية تعرف بصماتك وتعلم لأي بلد وصلت. إذا الشرطة تأخذ بصماتك في إيطاليا وأنت تترك إيطاليا وتطلب اللجوء في بلد آخر، مثلا في النمسا، الشرطة النمساوية تبحث عن بصماتك في نظام ايروديك. الشرطة تبحث عن اسمك ولقبك، وتستطيع أن تعرف إذا طلبت اللجوء في إيطاليا. في هذا الحال الشرطة النمساوية تعلنك مكتوبا في ورقة بأنك يجب عليك الرجوع إلى إيطاليا. لك الحق لرفع استئناف ضد هذا القرار، ولفعل هذا يجب عليك توكيل محامٍ. ولتنظيم تحويلك إلى إيطاليا يوجد مدة انتظار، وهذا يكلف الكثير من الوقت. في هذه المدة تنتظر في مركز استقبال اللاجئين. للحصول على المزيد من المعلومات استمع للتسجيل الرابع: إجراءات دوبلين، التحويل. في 3 حالات الاتفاقية تعطي الحق بإلحاق العائلة بك، لم الشمل. إذا كنت قاصر يجب عليك أن تخبر الشرطة بأن أباك، أمك، أو شخص آخر من عائلتك يعيش في بلد أوروبي. إذا كان هذا القريب له الإقامة ويمكنه استقبالك، الشرطة تنظم ترحيلك. إذا كنت بالغ يجب عليك أيضا أن تقول للشرطة: أبوك وأمك وأخوك وابنك يعيشون في بلد أوروبي وله إقامة. في هذا الحال لك الاحتمال بأنك تستطيع اللحاق بعائلتك. إذا كنت حامل، أنت وحيد مع ابنك، لديك مرض قوي، أنت عاجز، وإذا كنت كبيرا بالعمر، عجوز، أو بحال حدوث أي مرض لأحد أقاربك ويريدك بجانبه.
إذا قريبك لاجئ أو طالب لجوء في بلد أوروبية، يجب عليك أيضا أن تخبر الشرطة، وحتى في هذا الحال لديك الاحتمال باللحاق بعائلتك وأن تطلب اللجوء في تلك البلد.